لا 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 مرحبا يا من تعنى لنا. لا 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 مرحبا يا من تعنى لنا. مزيد الترحيب الله يحييكم بالحسن والعناد المطر. محمد الطالب عندك سيدي محمد الطالب. صح صح. هي قصيدة لأبوه، هذا أبوه يقول يا الله يشافيه. هو يصير عمه أو أبوه طبعا تعبان شوية، إنما ندعي الله سبحانه وتعالى له بالشفاء ويكون كلمات أبوه يعني تسجل في بلاد من ذهب. ويكتبوا بعض هؤلاء ويقولوا لنا من أي شيء جديد. طبعا ما بأستاذ لا اللي جنبي اللي عنده شيء بيجي عندي أنا. والله الضيفان اللي عندهم شيء يفضل. هي بنطالع بعد شوي بهذا القصيد. صح؟ يجيك السن. عنده طالب. عطامي جدة عبد الله بن شهاب الله يرحمه. قديم. ربنا يعطيكم. لكن ابني معاني ويحصون الديار الجلاء. لكن ابني معاني ويحصون الديار الجلاء. لكن ابني معاني ويحصون الديار الجلاء. أنا وافيت حصن منيعا حديدا من حديد. حصن عالي متين جانبه يحتمي من يلتجيبه. حصن مبني ذاب خالص وفضان ويا محرابنا. قلت يا حصن وش أهلاك فوق المداين وانت سامي. قال رب العلا جازيه بالحمد ونثني عليه. والله مالك يا حصن بني ما الحصى أحجار الميت. لكن ابني معاني ويحصون الديار الجلاء. 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 الله يشفي عليك إن شاء الله ربنا يشفيك. يا خالد. برضه في قصيدة هو داخل هذا الموضوع في زعبان عسير واظن والد هذه البنت قد توفى من زمان والعنج قد طولت وقلبها بالي شباب. اخضر. اي نعم. جاء واحد يخطب وكلم الام والبنت من وراء الباب تسمع. وكلمها قال نبغى بنتك وكذا على سنة الله او كتاب الله وسنة رسوله. قالت له بينه وبينه قالت قرب شدادك فاطر تسريبه تحت الظلام وكب عن حاجب.
وجدانك تفضل التسريبة تحت الظلام وكف عنك الحاشية. ولو كنت تسمع قالت لا والله زين الشرايع حكه ولقيه والفاطر الهيمان للقماشي. هذا شيء. اما القصيده ففي قصيده كنت احفظها من الصغر واعطيتها لحن يعني جديد ولانها معروف عند البعض. الله أكبر على الدنيا الدنيا بلاويها عدم فرقت شمل بن عم وعمه وبن خال وخاله والخوان فرقتهم والولد يا عرب مطاع أبوه الطمع من يقلب البشر والرضا ما له مقام لكن اللي يدور عند ربعه رضا ولا فساده جعل عمره قصير ولبته كلهم مقدروه جعل عمره قصير ولبته كلهم مقدروه. الله يجزيكم خير. خلاص بعطيكم واحد ثاني بس ودنا نترك المجال. لا لو ان صالح موجود كان سد. هذا مو ولد صالح. هذا ولد صالح. لانه صالح والدي. هذا والده ما شاء الله. طبعا كلنا سوا في سبيل السلام دي واحده فكسبنا من الاصوات والخبره ايام ما كنا نسرح الروح. في شاعر رحمه الله عليه اسمه ظاهر الحلافي حفظت عنه قصيده وهي حقيقه في وقت اظن زمن الملك فهد رحمه الله عليه وهو ينتهي للمسجد الاقصى. فمنها طبعا جاب كلام على لسان المسجد الاقصى. عندي بنت ملات من الدروس أنا عندي بنت ملات من الدروس كل ما صرحتها راحت الحبس دايما في الكيمرة تاخذ العكس تتمنى كل ليلة تكن عروس عمرها 50 موحد خطبها أحرموها للهوى من شبابها لا 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 أحرموها للهوى من شبابها يقول أنا عندي بنت ملات من الدروس بيعت مكان بيدي من الفلوس كل ما صرحتها راحت الحبس دايما بالكاميرا تاخذ العكس تتمنى كل ليلة تكن عروس عمرها 50 موحد خطبها أحرموها للهوى من شبابها. سالم عندك رسالة جنبك سالم. يا لا 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 أعيش في الياس الحقيقي مع الظما يقول الأقصى ليش يا خادم البيتين تحوزني عنها وأنا ثالث لها ذكري في القرآن واسمي مقدسي
معك الدور، ولن تبو الملك بصوت الجهاد ومالي يشف الياس الحقيقي مع الظما. يا لا 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 أعيش بالياس الحقيقي مع الظما. رد حقيقة على سامر الكمال، أسأل الله يذكرني بعض أبياتها. المهم يقول قال الفهد نسهر وكل العرب بيتين، بين السهر واللعب والثالث لها، وما دعوت للجهاد المقدس افعاثني من جعلها العروث في يمناه. المهم في آخرها قال إما حياة أو مقام معظمة. هذا اللي يعني أذكره، وأسأل الله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. سلامتك. هذا اللي